برلماني جزائري. نعم. لأنني أنا ألتقي مع زملائي البرلمانيين نعم. المغاربة في المحافل الدولية، ودائما هذا وكلام. نرجع. نعم أستاذ. وكان واحد الشاعر يقول لك: والسيف أصدق أنباء من الكتب. نعم. اللي مكتوب مكتوب، واللي يندر في بروتوكولات يندار على روحه. الأستاذ دائما يذكر كلمة الشعب المغربي. نعم. أظن أنه يعني دارس القضية. كلمة الشعب المغربي تختلف مفهومها في المغرب عن الجزائر. كيف هذا؟ احنا لما نقولوا الشعب الجزائري يعني بدوه من الحدود للحدود، ما كان لا عروش لا دواور لا. نعم. المغرب لا، المروك لا، كل قبيلة والقائد تاعها، كل قبيلة وعاداتها وتقاليدها. احنا في 47 يعني بوضياف وبنبلة وبالمهيدي وبوصوف، هذو كاع ربي يرحمهم لما مشاو مع الحركة الوطنية لتحرير المغرب العربي، مشاو مع أعراش الريف فقط. جيش تحرير المغرب العربي. جيش تحرير المغرب العربي، ولكن مع جماعة الريف اللي سون ريكوموندي بار كيسموه الأمير عبد الكريم بار عبد الكريم الخطابي من القاهرة. عمرهم ما راحوا لجهة واحدة أخرى. هذو كاين جماعة اللي تغنى اليوم بالقنيطرة وما على باليش والو، كانوا مع الشعب الريفي لأن أغلبيته جزائريين. نعم. أغلبيته جزائريين وهما اللي كانوا صادقين. أما الباقي ما تنساش باللي أن شوف كما قلت لك احنا كان 800 كيلومتر وندخلوا ب 100 كيلومتر. هذا الشعب اللي نحكوا عليه كلهم قبائل ما يعيشوش من المغرب، والآن باش يروحوا يسكنوا في الرباط حتى تكون عندهم رخصة باش مع الناس سكن وين تحب وروح وين تحب. في المغرب لا، هذه المناطق اللي راهي تاكل من الجزائر اللي هي 20 مليون. المازوت ليسونس من عندنا، السميد من عندنا، الأحضان من عندنا، الكريونة تاع الذراري من عندنا، كلش من عندنا. يعني حتى العلف تاع الحيوانات الماكله تاع الدجاج من عندنا. هذه كاع تروح من الجزائر. هذه جهه أنا نهضروا معاها. الجهه اللي داخل ما يعرفونا، ما على بالهم بينا، ما يحبونا. وش هو المنطق؟ سامح. الحل المنطق هو الوحيد. معليش سؤال. انت تقول باللي عندنا 20 مليون 20 مليون هذه تاكل من الجزائر. لماذا هذا النظام المغربي، لماذا هذا الحكومة المغربية اللي تشوف باللي عندها 20 مليون إنسان عايشين من الجزائر، لماذا تواصل تهجماتها وتطاولاتها ما عندهاش علاقة بهذه المناطق؟ كيف يعني ما عندهاش علاقة؟ السبب قبيله في الحديث الأول قلت لك أن هذه حكومة مقرقبة. أنا نقول في حقيقة ماهوش كلام، ماهيش قضية باش الجمهور كلمة تخرقيب أو مقرقبة ماهيش بالمفهوم الجزائري. هذو ياكلوا القرقوبي، هو نوع من المخدر اللي يخليك تحلم طول الأبد. يعني فهما تقرقبوا في العيون يعني وقاعدين يتخيلوا رواحهم باللي صيد داو الجزائر تاعهم. قرقبوا على رواحكم، يقرقبوا شرحنا فيهم احنا. يعني باش نرجع فقط لموضوعنا، كنا تكلمنا في فقرة الرقم حول الأراضي أو المناطق أو كما تسمى في